لو انت او انتي مهتمين بصحتكم وصحه اولادكم، تعالوا اسمعوا بقى النصيحه دي عشان دي هتفيدكم جامد قوي. سواء لو انت بتروح الجيم، سواء لو انت بتعملي دايت، سواء لو انت عندك اولاد ولسه ماميز اول سنه. اول حاجه يا جماعه، احنا جايين نرد النهارده عن اشاعه بتيجي علينا كل شتويه كده، وكل موسم بتيجي علينا اشاعه خاصه بالتغذيه. وطالما حاجه خاصه بالتغذيه فانا ما بسكتش. اسمحوا لي بقى نرد على اول اشاعه. اشاعه ان احنا هل دلوقتي الكاكاو لو احنا خلطناه باللبن وشربناه هل ده فيه خطوره ولا لا؟ تعالوا بقى نجاوب واحده واحده. اولا، الكاكاو لوحده مفيد جدا جدا جدا، لان فيه انزيمات حلوه قوي بتعلي نسبه الدوبامين والاندروفين للدم، فهتبقى مفيده للحوامل، كمان مفيده للناس اللي بتروح الجيم او للي عندهم مشاكل نفسيه، لان هي بتعلي المود حلو قوي، بتظبط كمان المود جامد قوي. ثانيا، في انزيمات خاصه بالحديد النباتي وده غني جدا بيه في الكاكاو، فاحنا هنستفيد جامد جدا من ناحيتين. تاني حاجة، اللبن مفيد جدا بالكالسيوم والعناصر بتاعته زي الدهون والانزيمات الهاضمة اللي فيه. فاحنا شوفوا بقى لو احنا خلطنا اتنين على بعض هيبقوا عاملين ازاي. ناس بتقول لك طب الحديد اللي في الكاكاو اللبن هيفسده. الكلام ده مش صح. اللي ثبت علميا ان معظم او كل الحديد اللي احنا في الكاكاو، اللبن مش هيضره، بالعكس ده هيفيده وهيكمله. يا جماعه معلش، بالنسبه كمان للناس اللي بتروح الجيم فده كويس جدا ليها، لانه بيحسن المود بتاعك، فبتخش الجيم وبيبقى عندك باور عالي جدا. كمان بالنسبه للستات الحوامل اللي بتعاني من موضوع اكتئاب الحمل والحاجات دي كلها، هيظبط المود بتاعك جامد جدا. طب في بقى ناس امهات هتستسهل وتقول لك طب طالما في الفايدتين دول فانا ادي طفلي منه. في محظور او حاجه كده لازم تاخدي بالك منها. المشكله كلها في الكاكاو اللي بقى بيضاف عليه سكر. ده غلط. لازم ان احنا نتعود ان احنا نشرب الكاكاو من غير سكر خالص. ونصيحة نبعد عن الكاكاو المضاف عليه السكر. فلو احنا مش هنقدر نستسيغه نحاول ان احنا نحط عليه سكر دايت. والاحسن فعلا، وده الرأي الشخصي ورأي العلم في الموضوع ده، ان احنا نبعد خالص عن السكر ونحاول نشرب الكاكاو من غير سكر. طب ليه بقول بالنسبة للأطفال خطر؟ لأن الخطورة كلها بالنسبة للأطفال، بس بالنسبة للسكر المضاف على الكاكاو إن هيعمل لهم فرط ونشاط حركة. ثانيا هيعمل لهم، ممكن يعمل لهم لا قدر الله لو الطفل عنده استعداد ممكن يعمل له ضرر او سكري من الدرجه الثانيه. وكمان هيعمل لهم نوع من انواع التخمه وده اللي احنا مش عايزينه. اتمنى لكم كل الصحه والعافيه. انا ملاحظ لحد دلوقتي الناس ما بتعملش لايك والناس ما بتتابعنيش، فانا مش عارف، لو مش عاجبك المحتوى ما تشوفنيش. سلام عليكم.